معكم مشاهدينا الكرام نتابع الحدث عن كتب واخر التفاصيل واخر المستجدات لحدود اللحظه. لم يتم انقاذ ولا شخص نهائيا، كلهم عالقين. 5 أشخاص لم يصلوا اليهم لحدود اللحظه، لان هناك تحديات. نتحدث مشاهدينا الكرام عن غاز البوتان المنتشر في هذا النفق الذي صعب عمليه اجلاء المفقودين من هذا النفق. نتمنى أن تكون هناك معجزة، لأن يتحدثون مشاهدينا الكرام عن انفجار بعض الصخور قد وصلت إلى هذه الفتحة، وهذه المكان المتواجد فيه هؤلاء الأشخاص وكل السلطات بما فيها عناصر الدرك الملكي والوقاية البدنية والقوات المساعدة. هذه المنطقة هناك فتحة يتم النزول عبرها، من ثم تأخذ مسار إلى تقريبا نتحدث عن 400 متر مكان تواجد العالقين. حياتهم في خطر، ومتخصصين يقولون صعب جدا أن يكونوا على قيد الحياة، ولكن قدرة الله فوق كل شيء، قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. نتابع معكم مشاهدينا الكرام، نرصد لكم مشاهدينا الكرام آخر التحركات لحدود اللحظة. تم الاستعانة بكل التجهيزات، الإنارة موجودة على كل الجوانب، موجودة الإنارة، تجهيزات كما أقول لكم الاستخراج وتهوية الغاز الموجود في هذا النفق، أدوات أخرى تم الاعتماد عليها. متطوعين فاعلين جمعويين قد وصلوا إلى هنا، الكل حج من أجل متابعة هذه الفاجعة هنا بمنطقة أوزيوة في سافلة سد المخطرة السوسي بشمال إقليم تردان جهة سوس ماسة بالمملكة المغربية الشريفة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم. سلامات يا الله، سلامات يا الله. 5 أشخاص من ضمنهم تقنيين يحاولون تلحيم أنابيب النحاس بالاستعانة بقارورات الغاز، وهناك أيضا قارورات الأكسجين التي يستعينون بها، لأن منطقة ضيقة وضيقة جدا. هذا أنبوب، هذا مجرى مياه للسد، وهناك شبكة للمياه التي اتخذت مسارات مختلفة، والمنطقة ضيقة وضيقة جدا. يعملون في الضيق، يستعينون بالأكسجين ويستعينون أيضا بغاز البوتان من أجل تلحيم أنابيب النحاس. الانفجار وقع وسمعوه على في الدواوير المجاورة لهذه المنطقة، سمعوا الانفجار القوي، اهتز له كل هذا المكان واهتزت له منطقة أوزيوة والنواحي. الكثير من الناس كما أقول لكم جاءوا إلى هنا يتابعون. هذا الحدث يشبه حدث الطفل ريان بمنطقة شفشاون. هذا الحدث يشبه تمام الاشتباه لحدث الطفل ريان رحمة الله عليه في منطقة شفشاون. الكل ينتظر هل سيصل إليهم أم لا، ذلك ما نتمنى.